هل ممكن قطعة خشب قديمة تكون مصدر الرعب؟ هل ممكن صندوق صغير يخلي كل اللي يلمسه يعيش في جحيم؟ قصة النهاردة بتبدأ بصندوق خشب عادي، بس بتنتهي بأحداث غريبة لدرجة إنها ألهمت فيلم رعب كامل. أنا جاي أحكي لكم عن قصة صندوق الديبوك، بس قبل ما ندخل في تفاصيل القصة اللي هتقشعروا منها، لو مهتمين بالنوع ده من المحتوى الغامض ياريت تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. في سنة 2001 كان في شخص اسمه كيفن مانس. كيفن كان عنده محل أنتيكات صغير. في يوم من الأيام كيفن سمع إن في أسرة يهودية عاملة مزاد بيبيعوا فيه حاجات جدتهم اللي توفت مؤخرا، وجدتهم دي كانوا بيقولوا إنها من الناجيين من الهولوكوست أو المحرقة اللي حصلت في الحرب العالمية التانية. كيفن شاف إنها فرصة كويسة إنه يروح يشوف في المزاد حاجات يشتريها للمحل بتاعه، وهناك شاف الصندوق لأول مرة. كان صندوق خشبي وشكله شبه حاجة اسمها خزانة النبيذ، وكان عليه نقوش بسيطة شكلها عادي. كيفن قرر وقتها إنه يشتري الصندوق ده، ولما اشتراه حفيدة الست صاحبة الصندوق قالت له إن جدتها وصتها إن الصندوق ده ما يتفتحش أبدا، وإن الصندوق ملعون، وإن الصندوق ده كان مع جدتها طول حياتها وكانت عايزاهم يدفنوه معاها، لكن هم قرروا إنهم يبيعوه. كيفن افتكر إن الموضوع كله خرافة قديمة من الخرافات اللي كانوا بيطلعوها على كل حاجة زمان، فما كانش خايف من الكلام اللي سمعه، وقرر يشتري الصندوق مع كام حاجة تانية جابها من المزاد. بس اللي كيفن ما كانش يعرفه إنه فتح على نفسه باب للكوابيس المرعبة والمخيفة. كيفن لما فتح الصندوق لأول مرة ما لقاش حاجة جواه غير شوية حاجات قديمة، وشكلها يعني مش غريب قوي، ممكن تبقى غريبة في البداية، بس بعد كده لما بص لمحتوياته ضحك. والمحتويات كانت خصلة شعر باللون الأشقر وخصلة تانية باللون البني، والاتنين كانوا ملفوفين مع بعض ومربوطين برباط. ولقى تمثال صغير من الجبس على شكل زهرة، ولقى كمان كاس نبيذ نحاسي صغير وشمعة جافة قديمة، ولقى كمان 4 قروش نحاسية تعود لسنة 1928، ولقى صورة بالأبيض وأسود لامرأة. وبعد ما خرج كل الحاجات دي كيفن قال إن لاحظ ريحة غريبة بدأت تنتشر في الغرفة شبه ريحة الياسمين الفاسد، ومن هنا بدأت الأحداث الغريبة اللي هتخلي كيفن ما يعرفش ينام. كيفن بدأ يحس بحاجات غريبة، أبواب الورشة بتاعته بتتفتح وتقفل لوحدها، الأضواء بتفصل وتشتغل من غير ما حد يلمسها، الأصوات الغريبة كانت بتملى المكان كأن في حد بيخربش على الخشب أو ماشي وراه. طبعا كيفن قال دي مجرد هلوسة، ممكن بسبب الإرهاق، بس الموضوع كان أكبر من كده. لما كيفن خد الصندوق على بيته الأحداث بقت أسوأ. في البيت ريحة الياسمين اللي كانت في الصندوق بدأت تملى البيت كله لدرجة إنها كانت تخنق، والأسوأ من كده إن كيفن بدأ يشوف كوابيس مرعبة، كوابيس تتكرر كل ليلة. كان بيحلم إنه بيتخانق مع شخصية عجوزة قبيحة أو كائنات غريبة بتهاجمه في أحلامه. الكوابيس استمرت لدرجة إنه بقى بيخاف ينام، والمصيبة الأكبر إن أي حد كان بيزور كيفن في بيته كان بيشتكي من نفس الأعراض: صداع، تعب مفاجئ، وكوابيس مزعجة. كيفن قال إن عيونه نفسها شكلها اتغير وبقت حواليها هالات سودة وكأنها عيون ملعونة، لكن الحادثة اللي غيرت كل شيء هي الحادثة اللي حصلت لأم كيفن. في يوم كيفن
قرر يدي الصندوق ده هدية لأمه. وفي نفس اليوم اللي بعت لها فيه الصندوق جالها سكتة دماغية حادة مجرد ما فتحت الصندوق. وهنا كيفن اتأكد إن الصندوق ده مش مجرد صندوق، ده صندوق ملعون ولازم يتخلص منه بأي طريقة. ومن هنا بدأت رحلة الصندوق الملعون مع ناس تانية، كل واحد منهم كان بيواجه نفس المصير. بعد ما كيفن مانس قرر يتخلص من الصندوق الملعون عرضه على موقع اي باي. أول واحد اشتراه كان طالب جامعي في ولاية ميزوري، دفع فيه مبلغ بسيط، لكن أول ما الصندوق وصله بدأ يواجه نفس المشاكل اللي واجهها كيفن. الطالب ده حلم إنه بيشوف كائن بشري شرير، وبعدها شاف إن كل أسنانه بتقع من بقه، ولما صحى من النوم لقى أسنانه سليمة، لكن لقى بقه مليان دم ومعرفش إيه السبب. ومن بعدها الطالب وأصدقائه اللي كانوا عايشين معاه في نفس البيت بدأوا يشتكوا من تعب وصداع وإرهاق شديد. الأجهزة الإلكترونية في بيته كانت بتفصل لوحدها، والإنترنت كان بيفصل بشكل متكرر. الطالب اتخض من اللي بيحصل وقرر إنه يرجع الصندوق لكيفن مانس تاني. كيفن عرض الصندوق تاني على اي باي، واشتريته موظفة بنك في ولاية كانساس. أول ما فتحت الصندوق هي كمان شمت ريحة الياسمين الغريبة، لكن المشاكل اللي حصلت معاها كانت مختلفة شوية. كانت بتسمع صوت خطوات في المطبخ وصوت ناس بتتكلم مع بعض بصوت واطي. كانت بتشوف كوابيس مرعبة لدرجة إنها كانت بتقوم من النوم بتصرخ، وكانت بتلاقي الحاجات اللي في البيت بتتحرك من مكانها لوحدها. الموظفة دي قررت تتخلص من الصندوق هي كمان وعرضته على اي باي. نيجي بقى لثالث مالك وهو جيسون هيتون. بعد ما الصندوق وصل لجيسون القصة أخدت منعطف جديد وبدأت تنتشر بشكل أكبر. جيسون هيتون كان مهتم جدا بالأمور دي وقرر إنه يوثق كل اللي بيحصل معاه، وكتب كتاب اسمه The Book Box ووصف فيه كل الأحداث الغريبة اللي عاشها هو والملاك اللي قبله. وده اللي خلى قصة الصندوق تنتشر بشكل واسع جدا على الإنترنت وفي وسائل الإعلام. هيتون كان بيسافر بالصندوق ده وكان بيعرضه في محاضرات وكان بيحكي قصته عشان يوعي الناس بالخطر بتاعه، لكن المشاكل موقفتش. هيتون نفسه قال إن صحته كانت بتتدهور بشكل غريب، وإنه كان بيعاني من مشاكل صحية غامضة، وكانت بتحصل له حوادث غريبة ومفاجأة زي إنه كان بيقع كتير ويتعور أو حاجات زي كده. وفي النهاية هيتون قرر يبيع الصندوق لشخص تاني وهو زاك باجنز. زاك ده مشهور جدا في أمريكا لأنه محقق في الأمور الخارقة للطبيعة وعنده برنامج اسمه جوست أدفنتشرز. زاك باجنز اشترى الصندوق وهو مؤمن تماما بقوته الملعونة، وحط الصندوق في متحف الرعب بتاعه اللي اسمه The Haunted Museum في لاس فيغاس. وحط شروط تعرض للصندوق عشان يضمن سلامة الناس اللي بتزور المتحف. زاك حط قواعد صارمة جدا، أي حد عايز يشوف الصندوق لازم يمضي على وثيقة إنه مسؤول عن نفسه لو حصل له أي حاجة، وإنه ما ينفعش يلمس الصندوق أو يقرب منه. زاك حط كاميرات مراقبة على الصندوق طول الوقت، وبيقول إن في كائنات غريبة بتظهر حواليه وإن في طاقة سلبية قوية جدا بتطلع منه. ولحد دلوقتي
الصندوق لسه موجود في متحف زاك باجنز، وبيعتبروه واحد من أكتر الأشياء الملعونة والمخيفة اللي موجودة في العالم. القصة دي كانت مصدر إلهام لفيلم رعب شهير كان اسمه ذا بوسيشن اللي نزل في 2012، والفيلم ده خلى القصة تنتشر أكتر وأكتر. والمفاجأة بقى إن بعد كل الشهرة اللي حققها الصندوق، كيفن مانيس نفسه طلع في مقابلة سنة 2004 واعترف إن كل القصة دي كانت من خياله. قال إنه اختلق كل الأحداث المرعبة دي عشان يزود من قيمة الصندوق ويقدر يبيعه بسعر أعلى على موقع eBay. طب إيه اللي قاله كيفن مانيس بالتحديد؟ كيفن قال إن قصة المرأة العجوزة والريحة الغريبة والأبواب اللي بتتحرك وكل الأعراض المرعبة اللي حكاها كانت قصة ملفقة تماما، وصرح بوضوح إن دفعه الأساسي كان مادي بحت. هو حب يدي الصندوق قصة غامضة ومخيفة عشان يشد انتباه المشترين ويخليهم يتنافسوا عليه في المزاد، وأكد إن الصندوق صندوق خشب عادي وإنه ما فيهوش أي قوة خارقة للطبيعة أو حتى شياطين. اعتراف مانيس ده كان صدمة كبيرة لناس كتير، لكن القصة كانت خلاص انتشرت وبقت جزء من الفولكلور الحديث على الإنترنت. ناس كتير صدقت اعترافه وقالوا إنها كانت مجرد حملة تسويقية ناجحة جدا، وفي المقابل ناس تانية رفضت تصديق كلامه وقالوا إن كيفن قال الكلام ده عشان يتخلص من المسؤولية أو عشان يوقف الناس عن مضايقته بسبب القصة دي، خاصة إن المالكين اللي جم بعده زي جيسون وزاك أكدوا إنهم عاشوا تجارب مرعبة حقيقية مع الصندوق. والخلاصة في وجهتين نظر، الأولى بتقول إن الصندوق مجرد خدعة اتعملت من الأول، والتانية بتأكد إن الأحداث المرعبة حقيقية وإن اعتراف كيفن كان مجرد محاولة عشان يتخلص من المسؤولية. طب انتم ايه رأيكم في الموضوع ده؟ هل تفتكروا إنه كان بيكذب عشان يبيع الصندوق ولا في حاجة غريبة فعلا؟ طب لو كيفن كان كذاب يبقى ازاي اللي اشترى الصندوق بعده زي جيسون وزاك أكدوا إنهم عاشوا تجارب مرعبة وحقيقية؟ انزلوا قولوا لي رأيكم في التعليقات قبل ما أقول التفسيرات اللي اتحطت للقصة دي. القصة دي ليها تفسيرين رئيسيين. واحد، تأثير البلاسيبو السلبي، ده تفسير نفسي وعلمي، والفكرة هنا إن الناس دي اقتنعت تماما بالقصة اللي ألفها كيفن. لما الصندوق وصل لهم عقلهم كان جاهز يشوف أي حاجة غريبة أو أي حدث عادي كدليل على إن الصندوق ملعون. مثلا لو جهاز كهربائي فصل لوحده، وده شيء طبيعي يحصل في أي بيت، بيعتبره دليل على لعنة الصندوق. أو لو شخص حلم بكابوس، وده برضه شيء عادي، بيعتبره تأثير من الصندوق. لو حس بصداع أو تعب بسيط بيربطوا على طول بالصندوق، ده معناه إن تأثير القصة نفسها هو اللي كان بيخلق الأحداث دي في عقولهم، مش الصندوق نفسه. وده اللي بيسموه تأثير التوقع أو الخداع الذهني. التفسير التاني بيقول إن كيفن كان بيقول الحقيقة في الأول، وإن الصندوق فعلا كان سبب في كل المشاكل دي، ولما القصة كبرت خاف من المسؤولية والضجة الإعلامية وقرر يتراجع ويقول إنها كذبة عشان يوقف القلق والتحقيق اللي حصل بسببه. نيجي هنا للناس اللي بتؤمن بالتفسير ده، يستشهدوا بالآتي. جيسون هيتون مدير المتحف كان شخص عاقل ومتعلم، ومع ذلك أصر على إن الصندوق سبب له مشاكل صحية ومادية كبيرة. وزاك باجنز المحقق في الأمور الخارقة للطبيعة عنده خبرة في الحاجات دي، ومع ذلك
حط الصندوق في قفص خاص وعزله عن أي تواصل مع الجمهور. القصة دي محيرة عشان مفيش دليل قاطع على التفسيرين، هل هي مجرد خدعة نفسية ولا في حاجة حقيقية ورا كل ده؟ وسواء كنا مصدقين إن القصة دي مجرد خدعة اتعملت من الأول أو مؤمنين إن الصندوق ده فعلا ملعون، الأكيد إن قصة الصندوق الديبوك هتفضل واحدة من أشهر قصص الرعب في العصر الحديث. قصة بتخلينا نسأل، هل في أشياء في عالمنا بتكسر كل القوانين الطبيعية؟ ولا يمكن الخوف الأكبر موجود جوانا إحنا؟ وفي النهاية ممكن تكون الحقيقة أبسط من كل ده، ممكن يكون صندوق الديبوك مش ملعون ولا حاجة، لكن القصة اللي اتقالت عنه هي اللي خلته ملعون. قصة بتخلي أي حد يصدقها، وأي حدث عادي في حياتنا نفسره على إنه دليل على اللعنة دي. ويمكن ده أقوى دليل على قوة العقل البشري وقوة التوقعات. دلوقتي السؤال ليكم، بعد ما عرفتوا كل التفاصيل دي، هل تفتكروا إن كيفن كان بيقول الحقيقة لما قال إنها كذبة، ولا كان بيحاول يهرب من اللعنة؟ شاركونا رأيكم في التعليقات. وبكده دي تكون نهاية قصتنا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واشتراك للقناة عشان تشوفوا كل جديد بنزله، وتفعلوا الجرس عشان تبقوا أول ناس تشوف الفيديوهات. واشوفكم في فيديو جديد.